نفترض مثلا انت بتدرس وفي عندك فايل مهم جدا عملت له داونلود من الجروب بتاع الجامعه بتاعك وعايز تبعته لاي حد من اصحابك، بس مش عايز تخش في الهيدك بتاع البلوتوث والكلام ده، عايز تشارك مع الملف اون ذا جو. حابين نتكلم النهارده مع بعض عن فيتشر غيرت طريقه مشاركتنا للملفات مع بعض. الفيتشر دي اسمها نير باي شير، لو انت سمعت عنها قبل كده. دي فيتشر متقدمه من شركه جوجل لكل الناس اللي بتستخدم موبايلات اندرويد. الفيتشر دي موجوده عندك من غير ما تنزلها ولا من غير ما تنزل اي ثيرد بارتي ابس عشان تشغلها. خلينا نبدا مع بعض نتكلم في الفيتشر الظريفه دي. لو انت مش بتستخدمها هيكون فاتك كتير، بس خلينا في البدايه اشجعك انك انت تعمل سبسكرايب عندي في القناه لو انت مش مشترك. لو عجبك الفيديو تبقى تعمل له لايك، ويا ريت كمان لو تشير الفيديو مع حد من اصحابك علشان يبقى عارف الفيتشر دي، والمره الجايه تقدر تشير مع اي فايل انت حابب تشيره معاه. الفيتشر بتاعت نير باي شير دي متقدمه من شركه جوجل. عايز اقول لكم ان هي تعتبر شبيهه بل يمكن ايدنتيكال، مماثله بنسبه كبيره للاير دروب بتاع الابل يوزرز. انت تقدر من خلال تبعت صور، لينكات، فايلات، فيديوهات. تبعت لو عندك حلقه بودكاست مثلا، اي حد بتسمع له بودكاست وعايز تبعت له الحلقه دي، ممكن تبعتها له وايرلس عادي، مش محتاج اي ابلكيشنز تنزل من بلاي ستور عشان تساعدك تبعت حاجه انت عايز تبعتها. في نفس الوقت انت بتبعت لحظات، مش بتكمل لحظات حرفيا عشان تبعت حاجه انت عايز تبعتها لصاحبك، ومش بتحتاج انك تشغل داتا او اي شيء. انت ما الا بس انك انت مشغل البلوتوث في الموبايل بتاعك، الشخص الثاني اللي تبعت له مشغل البلوتوث برده ومشغل اللوكيشن سيرفيسز، ونفس برده الفكره الشخص الثاني مشغل اللوكيشن سيرفيسز. توصل ازاي للفيتشر دي مع موبايلك؟ هتدخل على السيتنجز عادي خالص. بعد ما تدخل على السيتنجز تبحث عن كلمه نير باي شير. بعد ما تبحث عنها تلاقي معمول عليها اوف، ممكن تخليها اون، او لو هي اون كده انت مشغلها من الاول بس ما كنتش عايز تستخدمها. في حاجه اسمها الفيزيبيليتي برده. الفيزيبيليتي دي اللي هي بالبلدي خالص بتاعت زمان في البلوتوث، اللي هي كانت رؤيه الجهاز بتاعك، مين يقدر يشوف الجهاز بتاعك لما يجي يبعت. بس انت ممكن دلوقتي لو انت مش بتبعت لحاجه لحد تعمل الفيزيبيليتي تخليها نون. بعد ما تيجي تبعت اي حاجه لحد ممكن تبقى تغير السيتنجز دي بعدين. لو فاكرين زمان لما كنا نستخدم شير ات ده كان الابلكيشن بتنزله وتعمل مشاركه للفيديوهات، للافلام، للمسلسلات، للابلكيشنز حتى على موبايلك، بس لازم هو يكون الشخص التاني منزله. بيدخل في كده في حته كده فرستريتنج كده صعبه، بتضغطك شويه وبتخلي الموضوع يبقى مش سيمليس او مش سهل زي ما تستخدم فيتشر امبيدد او موجوده في الموبايل نفسه. فيتشر نير باي شير دي موجوده في موبايلك وموجوده في موبايل اللي هيستقبله، فمش محتاج تحمل اي حاجه زي ما كنت بقول لك قبل كده. هتفتح الفايل تعمل شير. بعد ما تعمل شير تختار نير باي شير، هيظهر الموبايل بتاع صاحبك في الاجهزه المتاحه يعني. بعد ما تدوس عليه هو اكسبت ريكويست، الفايل بقى عنده زد ست، حرفيا زد ست. فالفيتشر دي ظريفه جدا وجميله جدا، وده في الموبايل بتاعنا يمكن مش بنستخدمها دايما. يعني انا للامانه برضو كشخص مش ببعت اي حاجه لحد كتير، مش بدخل في السيناريوهات دي. بس ايام زمان لما كنت طالب في الجامعه كنت بحتاج ان انا ابعت حاجات لحد من اصحابي، كنت ببعتها له على الواتساب مثلا. وحاليا لما بعوز ابعت حاجه لحد مثلا ممكن ابعتها له واتساب، في حين ان ممكن في بديل تاني اسرع، نير باي شير. ليه؟ لان انا ممكن يكون مش عندي نت حاليا. يا ريت لو انت بتستخدم النير باي شير بقالك مده ممكن تقول تحت رايك في الكومنتات رايك فيها ايه. عجبك الفيديو يا ريت برضه تقول تحت رايك في الكومنتات. لو عندك اي سؤال بخصوص اي موضوع ممكن تسيبه تحت في الكومنتات برضه. تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشيره مع اصحابك عن طريق برضه نير باي شير. في النهايه ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو. تيك كير باي.